الرئيسين الأسد وبوتين على سحب القوات الروسية. كيف تقرأ هذه النقطة؟ طبعا القيادتان العسكريتان الروسية والسورية تعرفان تماما متطلبات الميدان. الأصدقاء الروس دخلوا في 30/9 وكان لهم إسهام جليل في ضرب الإرهاب، ضربات موجعة ومؤلمة قصمت ظهره. هناك تقدم إذن للجيش العربي السوري في ريف حلب الشمالي والجنوبي وفي ريف حماة وفي ريف حمص الشرقي وفي أكثر من منطقة. ترافق ذلك مع مصالحات وطنية، وبالتالي القيادتان العسكريتان تقرران تماما ما حجم القوة العسكرية المطلوبة. القرار جاء القرار بالتخفيض. تخفيض نعم. وبالتالي يعني القيادة العسكرية هي الأقدر على تقدير، الروسية طبعا مع السورية هي الأقدر على تقدير الموقف الميداني ومدى الحاجة، وبالتالي إذا برزت حاجات أخرى جديدة يمكن للقيادتان أن تتخذا يعني موقفا يتلائم مع طبيعة الأمر. أنا أعرف أن بعض الذين يريدون الاصطياد في الماء العكر سيحاولون البناء على هذا الأمر وكأن هناك تغيرا في الموقف الروسي. هذا أمر غير وارد. الأصدقاء الروس وقفوا معنا قبل أصلا دخولهم العسكري، وكانوا خير سند للشعب السوري وللقيادة السورية لأنها وقفت مع الحق، وبالتأكيد سيستمرون في البقاء مع الحق السوري حتى يتم القضاء على الإرهاب. هذا موقف روسي ثابت لا يتغير، لكن الوضع العسكري القيادات العسكرية هي الأقدر على، وهو تخفيض على كل حال يعني. وهذا يمكن يجرنا إلى الحديث على أن الانفراجة العسكرية التي لاحظناها بالأسابيع الأخيرة الماضية، وخصوصا حتى في قرار وقف العمليات القتالية، ربما تساهم في هذا القرار. بالتأكيد نجاح المصالحات الوطنية، يعني 42 فصيلا عسكريا مسلحا وقع على الهدنة، والمواطنين السوريون يشعرون بارتياح كبير جراء هذه التهدئة رغم محاولات بعض الفصائل المرتبطة بالإرهاب والمرتبطة بدول إقليمية لا تريد الحل السياسي لسوريا، تحاول التعطيل وتحصل خروقات، وبالتالي الروس يحصلون الخروقات لكنها بقيت محدودة وبقي تأثيرها إلى حد كبير. لم يستطيعوا أن يعطلوا الهدنة. طبعا مع انطلاق جنيف يعني هناك حوار سياسي وهناك مصالحات، وهناك حرب على الإرهاب مستمرة من قبل الجيش السوري والجيوش الحلفاء أو قوات الحلفاء التي تساند الجيش السوري، لكن قول الفصل في الحرب على الإرهاب هي مهمة سورية. كل عون يأتينا من أي طرف آخر خير يريد الحرب على الإرهاب هذه قيمة مضافة، لكن نحن مسؤوليتنا كجيش عربي سوري وكشعب سوري أن نستمر في الحرب على الإرهاب. المصالحات بالتأكيد خطوات مهمة جدا تسهم إلى حد كبير في وقف سفك الدماء، والدولة السورية تلاحظ تضبط النفس في حالات كثيرة جدا، إلا إذا مع أن حق الرد حق ضمنته، حتى القرار 2254 ضمن حق الرد، والقرار 2068 أعطى القوات العربية السورية حق الرد على القوى الإرهابية ولم يمنعها من متابعة الحرب ومواصلتها على الإرهاب. بالتأكيد يعني واقع الميدان هو الذي أدى إلى هذا القرار بالتخفيض، لكن بالتأكيد لن يؤثر على وتيرة الحرب على الإرهاب، وربما يسهم بشكل أو بآخر في دفع الحوار السياسي والسير في الحل السياسي. تزامن هذا القرار بالوقت الذي ابتدأت فيه اليوم الجولة الثانية من جنيف 3، والكلام من الدكتور الجعفري بأن اليوم كان إيجابي وبناء مع السيد دي مستورة. التزامن كيف تقرأه؟ طبعا يعني من خلال الحديث الصحفي للدكتور الجعفري هناك تفاؤل يمكن البناء عليه. هذا التفاؤل يتجلى في أن الوفد السوري طرح الإطار المرجعي الذي يمكن أن تسير عليه المفاوضات، ويبدو أنه لاقى قبولا من دي مستورة، لأن دي مستورة أدرك أن تجاوز ما المطالب السورية الواضحة لوضع إطار مرجعي للسير في المفاوضات خطوة يعني أمر لا يمكن تجاهله على الإطلاق. تسمية أعضاء الوفود الموجودة، المساواة بين الوفود، عدم التدخل في القضايا الجوهرية لسوريا كالسيادة ومقام الرئاسة والحديث عن مرحلة انتقالية، هذه كلها شروط مسبقة، وسمعنا دي مستورة يتحدث عن أن الشروط المسبقة غير مقبولة من أي طرف. هذا مطلب سوري. على الخطة باء قال هو أيضا خطة باء ليست موجودة، والجميع قال لديهم خطة باء، وحتى الخطة باء يعني طرحت أمريكيا ونفيت أمريكيا، ونعلم جميعا أنها ليست أكثر من شكل من أشكال الضغط السياسي، الضغط النفسي على الدولة السورية وعلى الشعب السوري، من أن خيار الحرب يمكن أن يقع. حتى دي مستورة في المؤتمر الأول يعني تجاوز حدوده، وكان الرد السوري والطلب السوري منه أن يلتزم حدود المهمة المكلف بها ولا تهدد ولا تلوح بتهديد. جميع الخيارات التي
فكر بها محور العدوان على سوريا استخدمت وأحرقت بصمودنا وبتضحياتنا وبوقوف الأصدقاء الخيرين معنا، وبالتالي لا خطة باء ولا خطة جيم ولا غيرها. الخطة الأساسية هي حوار سياسي سوري. لا نريد أكثر من ما صرح فيه اتفاق جنيف الأول القرار 2254 وتطبيق القرارات الدولية السابقة 2253 بوقف دعم الإرهاب ووقف تمويل الجماعات الإرهابية ووقف تبييض صفحات الجماعات الإرهابية. يعني حتى الآن على كل حال سننتظر إلى يوم الأربعاء لنرى هل يستطيع دي مستورة أن يقدم أسماء وفد حقيقي صالح للمفاوضات لا يحتوي إرهابيين، لديه أجندة وطنية سورية واضحة، لا يحمل أجندة سعودية ولا تركية ولا غيرها. مشكلة مع الوفد الأساس الذي قدموه في الجولة الأولى كان من السعودية من الرياض. يعني نحن نقول أنه وفد السعودية ووفد الرياض وليس وفدا عربيا سوريا من خلال الكلام والطرح الذي طرح في اللقاء الأول وأدى إلى التعطيل. ودي مستورة للأسف برر سبب فشل المفاوضات بأنه تأجيل، وهو في الحقيقة المسؤول الأول هو وفد الرياض عن ذلك التعطيل من خلال المماطلة والتأخر في الوصول ويعني طرح قضايا خارج إطار القرار 2254 وال